بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الهجات وتغفينا بها جميع المهمات وترفعنا بها على الدرجات وتدفع بها عنا جميع البليات وتحط بها جميع المشكلات وتجيب بها جميع الدعوات وتشفينا بها من جميع الأسقام والداءات وتوسع لنا بها الأرزاق الطيبات وتحسن لنا بها العاقبة والخاتمة إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ربيع العنى وأسمر اللون مغرون الحاجبين عرض اللحية طويلة عرض صدر نحيب البدر رفع القامة جوهري صوتي بهي صوت جارعا تمع سديد القصد تسير الهيبة المجاب الدعوة كريم أخلاق الأطيبة الأعراب أبعد الناس الفكشي أقربهم من الحقر سديد البعث إذا مريك محل الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربي ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبين وكان توفيق رائدا وتأييد معارضة والعلم مهذبة والقرة مؤيدة والمحاضرة كنزة والمعرفة إرزة والنظام مسيرة والهند سبيرة واللوز نديمة والبشر نسيمة والشدة رايدة والفضل متعادة والعلم بيعدة والذكر سبيرة والمكاشفة غذاء والمشاهدة شفاء وآتاء الشريعة الظاهرة أوصاف الحقيقة سرائر قدم تفريد والموافقة بعد تليم الحول والقوة وطريق تدريب التوحيد كتوحيد التفريد بعد وضوء في موقف العبودية فالشر قائم في موقف البعدية لا بشيء ولا لشيء وكان عبودية مستمدة من بحثك الربوبية فهو عبد السماع شعب تفريق للمرافقات الحكم مع حكم الشريعة وضمائله رضي الله عنه كثيرا وحوله أدهر في سبت الظهيرة وكانت وفاته دامت علينا بركاته في اليوم الهادي عشر في شهر ربيع الثالث من 60 ومسلمية عمره 99 سنة ودفن ببغداد قبره ظهير رجال يصد من سائر الأمطار رضي الله عنه ونفعنا بأسمائهم اللهم آمين اللهم آمين. اللهم انصر أبعاد الرضوان عليه ومن دلال الأسرار التي أودعت لديه ويشهد ما ربنا وتمم تممنا به واغفرنا وهو والعباد له تعالى كفر البديان ونوصل به وبنتيه والجنة أجمع والحوال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وبها مفازع العارف الأبدال مسير الأدهار الوارث المحمدي صاحب الإدلال والرسال العندي أبي سالكين على منهج الأنوار والمختلفين من منهج المعرفة الأبدال الأبدال أنت كتاب كتب الأنفاس واغفر لنا بسمر راسهم يا أيها الأرباب المقدسة يا ختم يا قطب يا إماماني يا أوتاد يا بدال يا رقباء يا نجباء يا رقباء يا الخيرات يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجلال والعطف يا أهل الإيمان يا أيها النساء الرجال يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوال والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفضل يا أهل المعرفة يا أهل النفس يا أهل الجال يا أهل الصوت الجرس يا قدر
القاهر يا قدر الرقائق يا قدر السقيم رفرف بلسان العرش يا لغنا بالله يا قدر الخشية يا هل عن التقي والسوائد يا هل المبتلى يا هل الجهاد المسلم يا مطوى يا ملاماتية يا منقرا يا سوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا فرام يا أمنا يا قراء يا حمام يا جلا يا محدثون يا زمراء يا مرسل الطريق النفس منكم والمتصل والسابق في الخيرات أي الأرض الطير من رجال غيب وشهادة كونوا عونا لنا في نجاة الطلباء تيسير المرادات فإن عزم فتنبيل روعات وستر العمرات وقضاء الديون وتحقيق الذنوب وإيجاد الحجب واليئب وغسل الأقوات والعواقب وكسر القلوب وغفران الذنوب اللهم لك ما ضدنا وختم كتابك الذي أعربت به مع شرائع حكامك وحيك الذي أنزلته مفارقا بين حلالك وحرامك ونتبتا لتعظيم وتشوى بالجسيم وحضرتنا على سمع وعيده وسديد وعذابك الأليم واجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويهدونك بمثال وأمر ومنهيات وسمع نورا نسمي لعصر القيامة وسلما عرف به إلى المقامة اللهم وسهل به علينا قلب السياق إذا كان من الرحيم وبلغ ذكره من التراقي وتسلم على الماضي فضي من وجوب الغيوب وقيل من رام فضبط الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصراط الأعمال الخلائق في الأعناق اللهم لا تمل يدا إلا عنك كفر على الرحمة الليل وتمت في صلواته عليه وراكعة وسجدة بين يديه وتقيد بأنكل الزحيم قدام شعب إليه وبرزت من منازل إلى مساجد وكانت فيما لديه ولا تشم أسماء ثلاثة في حلبة تلاوة كتابك الكريم ولسبح اسم العام ينمك في الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كتاب الذنوب وعلى آله وصحبه أتباع القلوب وعلى أمة الذين كسبت لهم كل مجوب ولم تكن كل محبوب يا هبة النفحات السهرية وتعطر مثل من تبعه وخبر غير ذكر رزقية آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عباد الله جعل الله أحيثنا لأجل الله وكل عون لا لله
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
Semoga simbol nama sampun Tuhan saha bareng marakaken sami dipun tunjuk nyambut balik kanthi mirengaken critane Kanjeng Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu ma'a jalalati qadrihi wa bukti sirrihi wa murudi dzikri yu'adil fuqara wa yujarisuhum wa yaqli lahu siyaqan. Para sederek mangertosa artiya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika wong sing paling terkenal, wong sing paling napa namanya niku terkenal agungipun derajat. Sebutan saantero jagat sami ngerti sing namine Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana tempat beliau di kenal oleh masyarakat umum. Dene beliau sudah begitu terkenal taklimnya, terkenal keilmuannya, ketawaduannya. Beliau tasih tetep anggenipun taklim dhateng para yumadimul fuqara. Senajan beliau wong alim, wong sing terkenal, tapi tetep taklim maring fuqara. Soho kersa kempal pinaraan kumpul bareng para kangen ibad datang tindakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu senang kula fakir. Rasulullah senang kali wong fakir. Qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu wa jalisul masakin takunu min kubara'illah fatakhruju min al-kibri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh anda asara sira kabeh lan ngawurana lungguh sira kabeh ing pira-pira fakir miskin, mongko sira kabeh iku golongane wong padha gedhi munggu Allah lan bisa metu sira kabeh saking sifat gumedhi niku Kanjeng Nabi. Jadi yo sewu mawon wong kali wong fakir niku yo kudu tak di ojo mung takdim mawon kalian wong sing sugih. Itu kadang-kadang awak dhewe salah kaprah. Salah penerapan. Yo ojo kadang-kadang awak dhewe nang tempat pengajian, di tempat hajatan. Iku sing gampang nggih, sing gampang nek ni tadi. Nek sing teko ketoke sugih, wong sugih kuli napa anggene ngormati tenanan. Tapi nek sing teko biasa-biasa mawon biasa. Ora tenggo gugris. Iku dan lingkungan kita semua. Tapi kalau Kanjeng Syekh boten. Kanjeng Syekh seneng maring wong fakir, gelem kumpul bareng kalian wong fakir.
Wa kana yaqulu al-faqiru as-sabiru afdhalun min al-ghani syakir. Nek sing abot ngene iki. Pamandikanipun Kanjeng Syekh, wong fakir kang sabar iku luwih utama tinimbang wong sugih kang gelem syukur. Jenengan tak golong fakir napa sugih? Nggih. Kula sering maneh nggih. Al-faqiru as-sabiru afdalu minal ghani syakir. Wong fakir sing sabar luwih apik tinimbang wong sugih sing syukur. Sabar pripun? Ridho oleh keparingan fakir. Oh diparing fakir alhamdulillah. Nerima. Ibu dinamakan sabar. Orang Rasul, orang Rasul. Ini awak ibu termasuk fakir atau sugih ada anak ini. Sugih nggih? Alhamdulillah. Nyatanya orang benar Rasulullah. Syukur terus. Alhamdulillah terus. Hari ini kepada Gus alhamdulillah. Tanjurane tek alhamdulillah. Berarti syukur. Nek rudel berarti ora dadi. Boleh nggih. Kemudian ana dene wong fakir kang gelem syukur iku luwih utama tinimbang wong fakir kang sabar. Nah iki apa meneh? Wal faqiru asyakiru afdhalu minhuma. Wong fakir sing syukur luwih utama tinimbang wong fakir sing sabar lan wong sugih sing syukur. Fakir sing syukur luwih utama. Wong fakir sing syukur pilih datang ini. Fakir syukur. Kira-kira awak dhewe iso ora? Kalau pun mau sampai nggih, mau ada sugih nggih. Mau ada sugih. Nah, iki. Dene ana fakir kok gelem syukur iku luwih utama tinimbang wong fakir sing sabar lan wong sugih sing syukur. Wal faqiru as-sabiru as-sakir afdalu minal kulli. Wong fakir sing sabar sing syukur luwih utama tinimbang wong fakir sing sabar, wong sugih sing syukur, lan wong fakir sing syukur. Fakir wonge sabar, syukur, sabar tur syukur. Oke, fakir sabar sing syukur. Ngawat diri diparingi sugih abot to nggih. Apa wae diparingi fakir. Fakir nyatane duwe omah. Duwe motor. Mangan yo ben dina ora kurang. Berarti sugih. Tinggal awak dhewe syukur napa boten. Gampang ngene wong syukur boten gampang kok. Sing penting nek awak dhewe tas nanam tanaman ataupun pas nyebar kok dilalai diparingi panganten Gus kabeh alhamdulillah orang bersyukur. Panganten wis meneh piye to arep iki Gus. Ora kurang parani sawah dioncori ditunggoni
berarti kurang yo rasa sabar yo rasa syukur yo awak dhewe lho nggih awak dhewe yo kok bisa pun mafhumi punika dawuh tiyang fakir ingkang boten ridho lan boten sabar mongko parek kemeh punika tiyang dados kafir kadal waktu ayyakuna kufron. Ngendikane Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi kadal waktu ayyakuna kufron. Definisi fakir nek awak dhewe asline urung masuk sugih. Nggih. Nek hakikat fakir nek awak dhewe asline urung masuk termasuk fakir. Nyatane kurang terus. Nggih. Kurang terus bisa berapa kurang tuku meneh. Pengadol sawah tuku meneh berarti kurang. Nah terus kadal fakru ayakun kufron. Nek wong sing fakir boten gelem ridho ing pandune Gusti Allah, boten sabar ing cobaane Gusti Allah, tunggu wong niku arep dadi wong kafir, arep dadi kufur. Nek kabeh nyalahke Gusti Allah iku mesti arep teko niku kufur. Ojo aja niku wong sarang apa-apa awak dhewe mawon nggih. Awak dhewe mawon pun niku hukum saya contohkan ada yang mudah saja. Nah contohkan sing penak mawon wae musim kondangan wae judet. Pun niku nah mereka dengan awak dhewe nek dereng saged introspeksi terhadap diri kita sendiri akan hal-hal yang mestinya itu tidak terjadi pada diri kita yang mana kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo awak dhewe sami ningali wong sing ora duwe napa-napa utawa duwe napa-napa kasih kurang terus. Tapi kami insyaallah kalau di desa kita ya sebenarnya orang wong fakir ya orang wong miskin. Karena apa? Semuanya masih bisa makan semua. Masih saged makan semuanya. Mung bedone omahe apik ora mung bedone mobile duwe utawa ora, mung bedone motor telu utawa siji, bodho utawa nek kabeh duwe motor. Pun yang jelas pada intinya adalah kita supaya untuk menjadi orang-orang yang sabar tur akeh syukur. Mudah-mudahan biwasilah manakib menika kita panjenengan sami pinaringan wong sing sabar, wong sing syukur, wong sing akeh sabare, wong sing akeh syukure, didone saka Rasulullah apapun itu bentuknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar.
Thank
يا الله أشرف المرسلين محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة نبي محمد يا الله سلام مستمر يا الله محيني أن تجدد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة نبي محمد يا الله تابعا بدر وعلينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.